تسأل عني ما خطرتش على بالك. أمي الله يرحمها كان دائما تقول اللي يموت يرتاح. كلامها صحيح، اللي ماتوا ارتاحوا. الروابط الوطنية للكتل السياسية وفي إطار برنامج حكومي شامل. إننا واثقون بهمة وتكاتف العراقيين الشرفاء والمخلصين بأننا سنتمكن إن شاء الله في تجاوز التحديات والصعوبات والمشاكل واستكمال بناء دولة المؤسسات في عراق حر ديمقراطي تعددي اتحادي يحتكم إلى القانون والدستور. وسنقوم بإذنه تعالى بإجراء مراجعة نقدية للمرحلة السابقة وتقويم ما هو سلبي وتطوير ما هو إيجابي لخدمة الصالح العام. ونجدد في هذه المناسبة دعوتنا الصادقة والمخلصة لجميع الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية إلى حوارات جادة وبناءة ومسؤولة وتجاوز الخلافات الجانبية والابتعاد عن المساجلات السياسية للإسراع في تشكيل حكومة شراكة حقيقية تشارك فيها جميع مكونات الشعب العراقي بما يأخذ بأيدينا جميعا إلى التوافق الوطني ويسهم في تحقيق تطلعات وطموحات شعبنا العزيز الذي له الحق علينا في أن نقدم له ما يتناسب معه. كان سبب فقدان نظري بأشعات اللي حدثت في حرب الخليج الثانية، الحرب العراقية الكويتية. صار بدنا ننسحب للبصرة. ليش انسحبنا للبصرة؟ لأنه بعد ما صار قصف علينا شديد وما عاد كل المدفعية والسيارات، فبقينا موقف محرج انه وين نتجه الى بغداد، لان الطرق كلها مسدودة، ما عندنا سوى الطريق المفتوح هو امامنا سوى هو طريق البصرة. كانت عندي أمنية أن أشوف أمي. إن سافرت لسوريا بال2002 التقيت بها بس ما شفتها، سمعت صوتها. بوقتها تزوجت بسوريا وما شفت زوجتي. حاليا راح يجيني طفل وأريد أشوف ابني، هم ما راح أشوفه. هذا من الأشياء المستحيلة أن أقدر أشوف ابني. فهذا شيء يحز بداخل الإنسان، أنه أعز إنسان على قلبه أنه ما يقدر يشوفه، راح يشوفه طول حياته ما يشوفه. مو قضية إنه يوم أو يومين أو 3 أو سنة أو سنتين، أنا ما حشوفه طول حياتي، ما حشوفه. راح أكون بس أسمع صوته لابني. وزوجتي العايشة وياي 24 ساعة هم ما أشوف، هم سامع صوتها دائما.
هذا هم من الأشياء اللي تحز بنفسي دائما. أقول ولو أمنية بالثمانينات كان حرب العراق وإيران. سنة 86 تم استدعائي للخدمة العسكرية. أعتقد 8/10/86 رجعنا التجانيد من هالسوالف. سوقونا بشهر 11 هيج سنة 86. فكان تدريب مو كافي، تدريب شلون ما كان، بس يردون يعلمونا استعد استريح نحترم الضابط. مع الأسف يعني ما علمونا نضرب طلقة مثل الأوادم يعني، بس المهم علمونا شلون نحترم الضابط نخاف منه. وفي شهر 12 سوقونا بالخطوط الأمامية، وبالأثناء كان صاير اشتباك بيننا وبين إيران، وما شوف إلا وقع صاروخ بصفي وضربني من راسي وإيدي ورجلي. تزوجت سنة 90 بعد عواقي، كان عندنا جيران وصار نصيباني ويا بنت جيراننا خلينا نقول. وحاليا عندي 2 أولاد وابنية.
كلما يطوي آيات سنة جديدة من حياته لا بد أن يتذكر بشكل قسري أجواء الحروب التي خاضها رغما عنه، إذ تقترن مفرقعات الألعاب النارية غالبا بدوي القنابل والصواريخ وقنابل التنوير التي تتعلق في كبد السماء الدنماركية، بينما ترتعد فرائصه كأن هذه المفرقعات ليست ألعابا نارية، وإنما قنابل حقيقية تفجر في أعماقه كل الذكريات المؤلمة التي أفضت به إلى هذه العتمة السرمدية.